الرئيس عارف مين بيصلي ومين ما بيصليش. البلد مش سايبه. انتوا فاكرين الامن الوطني بيلعب في تقارير عن مين بيصلي الفرض ومين بيصلي السنه ومين فاتوا صيام الاثنين والخميس. كل حاجه موجوده في ملفك وبالرقعه. الرئيس عارفهم واحد واحد. انت ما بتصليش الفجر ليه؟ واي you do this؟ ها؟ واي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن للأسف الإعلام المغرض برضو مش عايز يبطل ادعاءات باطلة. في ميزانية للصلاة كده حضرتك بتدفعها كل أسبوع. وحيد كاتب له إن صلاتك بتكلف أمنيا أكل 1000 أسرة. ليه؟ ليه كل ليه؟ ليه اللي على الراجل؟ واحد يقول ده جيش، واحد يقول الموكب بيتكلف 3 4 مليون جنيه، ليه؟ ليه يعني؟ بيروحوا فين؟ بصوا تعالوا نحسبها كده مبدئيا. بدل صلاة للحراسة اللي ما بتصليش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. طب انتوا عارفين الموكب ده ممكن يبقى مصدر دخل. الدولة مش محتاجة تصرف على الموكب، الموكب هو اللي ممكن يصرف على البلد. وعلشان كده مساهمة من البرنامج لحل الأزمة الاقتصادية بنقدم لكم مشروع النهضة للموكب المربح. والإعلانات مش هتبقى حوالين الرئيس بس، لا دي هتبقى حوالين اللي حوالين الرئيس. وبما ان الرئيس بيصلي في مكان مختلف في كل مره، ممكن نستفيد بالاعلانات بتاعه الموبايل والاس ام اس. وبالمناسبه دي البرنامج بيقدم مسابقه الجمعه الجايه فين. لو عايز تصلي مع الرئيس، لو عايز تقول له حرما يا ريس، اتصل بنا على 56734 SMS MMU ICQ وادخل مسابقة الجمعة اللي جاية فين. وممكن تكون من 10 كسبانين هيصلوا معاك في الجامع. وكل ما تبعت أكتر كل ما تتقدم في الصفوف أكتر. أو ممكن كمان تكسب الجايزة الأولى. وات إز إت؟ تصلي معاه جوه كرتون الحراسة وتقول له تقبل الله يا ريس. وعندنا كل شهر الجايزة الكبرى، ممكن تسافر معاه بره مصر. أيوة بره مصر، بس أنت قول الجمعة اللي جاية فين. هذه المسابقة لا تنطبق على الأقباط والذين قالوا لا على الدستور. سوري كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم الموكب وصلاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أهم حدث بالنسبة لي وأهم شخص بالنسبة لي في 2012 باختصار شديد يتلخص في كلمتين: باسم يوسف. يعني جاي بتركيبة كده إنك أنت ممكن تنقض الدين ورجاله بدون أن تثير غضب الأغلبية من مستمعيك. جمهور قروض الفضائيات هذا جمهور لا يقرأ ولا يفهم، إما إن هو بيحركه خطبة تعبوية من خطب كشك والمحلاوي أو نكتة تخليك تضحك واديله أنت النكتة والسخرية. فهو يعني أكثر مجهود متميز اليوم بيقوم به شخص هو باسم يوسف. عقود من الكتب ومن المؤلفات ومن المناظرات لن تجدي، في حين لحظة كوميديا واحدة، لحظة سخرية كافية إنها تحول الدفة. وبعدين ما يفعله باسم يوسف في منتهى الخطورة، عشان كده حالة الهياج والتخبط اللي هم بيعانوا منها. يعني النهارده شفنا ايه؟ اول ما طلع بدأ يتريق شتيمه وهذا، والمعتوه اللي اسمه ابو زفت ده ابو اسلام، وبعدين تاني يوم اعتذار، وبعدين تالت يوم شتيمه، وبعدين ده اعتزل مش عارف عبد الله بقى، فقال لك انا هروح بيتنا عند امي خلاص. حاله تخبط كامله لان هم فاهمين ما يحدث. لكن خطوه جيده جدا ما فعلها وما يفعله، ونتمنى المزيد. وانا إذا حبيت إن أنا أتوجه بنصيحة لباسم يوسف، فأنا ليا عنده طلبين الحقيقة، وأعتقد إن طلبين في منتهى العقلانية. أول حاجة إن أنا أتمنى فعلا منه مقطع إنه يوضح للناس سبب شعبيته، يوضح يجيب الناس الشيوخ وهي بتشتم بعض، وهناك مقاطع كثيرة لهذا. يعني هم معترضين إن هم بيسخر منهم وبيهزقوا. على فكرة يعني سخريته لايت زي السجاير كده والبيرة اللايت، حاجة خفيفة قوي، يعني مش ايده مش تقيلة. النقطة بقى التانية اللي يعني هتكون ضربة عبقرية فعلا من باسم يوسف، وأتمنى أنه يفعلها وهو قادر على فعلها، إن هو يكبر شيخ الأزهر والأزهر عامة. طبعا هيقول لك أنت ملحد وعايز الأزهر يتكبر، ويا ما شتمت في الأزهر. ما هو ماشي، ده نظريا. على أرض الواقع دلوقتي إحنا قدامنا تلك الجامعات وفي مواجهتها الأزهر. الأزهر هو المؤسسة الدينية الرسمية،